السلام عليكم. برجاء الاشتراك في القناة ودعم هذا الفيديو لنستمر بالمزيد إن شاء الله. محمد الفايد المصري الذي تحول من مجرد عامل بسيط إلى أشهر مليارديرات العالم. الكثير منا سمع باسم محمد الفايد الملياردير المصري، لا سيما بعد ارتباط نجله الراحل دودي الفايد بالأميرة الراحلة ديانا والحادثة الأليمة التي أودت بحياتهما. الفايد شاب سكندري مغامر، تحول من الجوع والفقر إلى أحد أغنى أغنياء العالم. بدأ حياته عتالا ينقل البضائع والسلع في ميناء الإسكندرية، حتى شق طريقه إلى القمة في مدينة الضباب لندن. تربع على عرش إمبراطورية محلات هاردز الشهيرة في قلب العاصمة البريطانية. ولد في الإسكندرية في 27 من يناير عام 1929. لم تكن أسرته غنية، بل كانت أسرة بسيطة. كان الأب يعمل مدرسا للغة العربية، وأمه كانت ربة منزل تقليدية. بدأ عمله عاملا في ميناء الإسكندرية، ثم سافر إلى المملكة العربية السعودية من أجل العمل في بيع ماكينات الخياطة. كون ثروة معقولة، عاد بها إلى مصر ليبدأ من جديد في العمل بشحن البضائع. في هذا الوقت تعرف على الملك محمد حسن البقلية سلطان بروناي، تولى إدارة أعماله وثرواته. حينها سافر إلى الإمارات، تحديدا لإمارة دبي، حيث كان صاحب فكرة تدشين أول مرسى للسفن بدبي. في تلك الفترة فتحت مدينة الضباب ذراعيها للفايد للعمل والاستثمار. وصل الفايد لبريطانيا عام 1974، وبدأ العمل بعدها بعام، حيث كان عضوا في مجلس إدارة ليرونهو، وهي من أهم الشركات التي تعمل في تقديم الاستثمارات داخل القارة الإفريقية. لم يستمر طويلا، فبعد 9 أشهر فقط ترك مجموعته وقام بشراء فندق دورشتر، وتوسع من جديد فقام بشراء فندق ريتز بفرنسا. كان نجاح محمد الفايد سريعا، فقد كان محط أنظار الجميع، خاصة بعد أن قام بشراء قصر دوق ويندسور بفرنسا. وفي محاولة منه لتوطيد علاقاته بالأسرة الحاكمة، أرسل محتويات القصر للملكة لتختار منها ما تريد. توسعت أعمال محمد الفايد، ففي عام 1985 تمكن من الحصول على الحصة الأكبر للأسهم من سلسلة محلاته الشهيرة بنسبة 65% من الأسهم، والتي تشتري منها الأسر الحاكمة بالعالم الملابس وجميع متعلقات القصور الملكية. وعن قصة ابنه دودي والأميرة ديانا. بدأت القصة بسبب ملازمة دودي أو عماد الفايد لوالده في أعماله في المملكة المتحدة. تعرف حينها على الأميرة ديانا التي كانت تعيش في حياة مأساوية مع زوجها، وقررت تركه والارتباط بعماد الفايد. لكن قصة الحب بينهما لم تلقى القبول بين الأسرة الحاكمة أو بين الطبقات العليا في بريطانيا. ويقال أن الرفض كان بسبب جنسية عماد الفايد،
فهو مصري الجنسية. في 31 من أغسطس عام 1997 عرف العالم الخبر المفزع. إنه خبر حادث أليم أودى بحياة الأميرة ديانا ودود الفايد في حادث سيارة في نفق بفرنسا. لم يتردد محمد الفايد ثانية واحدة باتهام الأسرة الحاكمة والمخابرات البريطانية والفرنسية بتدبير الحادث، الأمر الذي زاد من توتر العلاقات ما بين محمد الفايد وبين السلطات البريطانية. محمد الفايد رجل طموح، فلم يتوقف طموحه عند عالم المال والأعمال، بل وصل أيضا للحلم بالحكم. وقد شجع الفايد حركات التحرر التي قام بها أهالي اسكتلندا ضد بريطانيا. حينها صرح الفايد أن اسكتلندا مصرية الاسم، وهذا الاسم ينتمي إلى الفراعنة، وأكد أنه سيرشح نفسه في أول انتخابات رئاسية في اسكتلندا. يقال أن هذه التصريحات كانت بمثابة انتقام من السلطات البريطانية بسبب حادث ديانا ودود الفايد. يمتلك محمد الفايد حوالي 4 طائرات خاصة وقلعة في اسكتلندا و3 قصور بلندن وقصر آخر بسويسرا والأخير في فرنسا، ويختا يطلق عليه يخت سوكار قيمته تصل إلى 40 مليون دولار تقريبا. صنف الفايد في المرتبة الرابعة من حيث الثراء في مصر على حسب مجلة فوربس في عام 2016. نشكركم لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد الفايد المصري الذي تحول من مجرد عامل بسيط إلى أشهر مليارديرات العالم. الكثير منا سمع باسم محمد الفايد الملياردير المصري، لا سيما بعد ارتباط نجله الراحل دود الفايد